ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ معاكم فيديو جديد من قبل الشاعر السيد الطيب. النهارده طبعا انا قاعد من الشغل، لقيت الاوضه كده مش عجباني والعزال فيها متنطوره بعيد. قلت لا، انا هقوم بقى النهارده اروق الدنيا كده واظبط العمل واشوف الدنيا فيها ايه. النهارده بقت معاكم الطيب اهوت بينضف طبعا في الاوض وبيروج العمل كده علشان ايه، داخلين على عيد بقى. كل سنه وانتم طيبين. طبعا دي اوضه الكنب، اوضه الجلوس بتاعت الضيوف. شديت الفرش طبعا كده على الارض ونزلت المساند كليتها وبظبط في الحاجه اهوت. وغير كده كمان يعني لازم الواحد اللي يكون شغال كده بايه، شغل على نظيف يعني. هو بصراحه المساند ديت الواحد بيتعب فيها وكل حاجه، بس هنعمل ايه بقى؟ قلت النهارده بقى بدل ما انا قاعد فاضي، لا اضيع اليوم كده، اروج الاوضه كده علشان لو حد يجي ولا كده لينا نظبط الدنيا مع بعض وتكون الاوضه نظيفه كده. طبعا انا معيش حامل للجهاز. كنت حاطط التليفون على المخدات ورا، وكنت كل دقيقه ايه ببص للكاميرا وبرص في الحاجه. هي طبعا ديت الحتت اللي هي البيضه اللي بتتحط على المسند بتدي منظر طبعا. وغير كده كمان يعني لازم الواحد اللي يكون شغال في اي حاجه يكون شغال بضمير يعني. دول طبعا التلات مساند هما والكنبه. انا مسكت الاوضه ديت يا جماعه النهارده كده ايه، كنستها كنايس بالمجشه وروجت فيها الاداء وكده. قلت بقت ايه، نروج العمل كده مع بعض. وسبت الكنبه طبعا وقوم اطلع على ايه، على البطاطين. البطاطين كانت مرميه في الارض بتاعت اوضه الجلوس، والوضع مش كان حلو كده. عمال بطبق اهوت في البطاطين. طبعا ديت البطانية لونها احمر هي، لازم الواحد يطبقها كده بايه، بنظافه. انا حطيت كلها في اوضه الجلوس يا جماعه علشان ايه، اروج الصاله كده واروج اوضه الجلوس واروج الدنيا كلها. وادي البطانيه اللي لونها بني اهيت، هجيبها كمان اطبقها. الحبايب اللي موجودين معانا يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كان لسه انا عاملها جديد، عايزين نوصل ان شاء الله كده، هنوصل بيكم. يا ريت الكل يشارك معانا في اللايف، في اسف، يا ريت الكل يشارك معي في الصفحه. طبعا دي البطانيه اللون بني اهيت بطبقها. يعني احلى حاجه فيها يا جماعه لما بقوم من النوم بتوضى واصلي، وبعد كده اقوم مرتب الاوضه اللي انا انام فيها. ده البطانيه اللون بني اهيت بطبقها. هو فعلا الشغل حلو ونشاط وحيوي. وهننقل بقت على هننقل بقت مع بعض كده ايه، على الكنبه التانية. دي الكنبه الاخيره بقت اهي يا جماعه، نفس اللي انا عملتها في الاول هعملها في الكنبه التانية برضه. دي صورة ابويا وامي اللي في الصورة فوق يا جماعة. وده طبعا آية قرآن كده محطوطة في أوضة الجلوس. ادي احنا شغالين مع بعض اهوت. هو مفيش حاجة راحة خالص. دي المساند طبعا بعد ما ظبطت الكنبة وقوم مترصصها. هجيب بقى المخدات تترص، وهجيب لكم الحاجات الحلوة بقى اللي هي بتتفرش طبعا على المساند بتدي لها منظر. طبعا دي مساند تانية هي بتترش بتتحط على الكنبة الخلف اللي هي جنب التلفزيون طبعا. يا ريت الحبايب اللي بيشوفونا على القناة ما ينساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون أحلى بكتير. والسلام عليكم.